جبت معكم هذا الكاطو، يعني هذا الكاطو كنا نديروه زمان. السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. هذا الكاطو جبته يعني جاي مرمط بالشوكولا بودغ. هنا شعلنا في المقادير، انا درت هنايا 250 غرام تاع زبده تاع دهان، ضفت معاها 3 مغارف تاع سكر كلاص، سكر كلاصي لازم يكون مغربل، وضفت هنايا حوالي 3 مغارف تاع جنجلان كنت محمصته وشويه يعني ريحيته ماشي بودغ لكن شويه. وهنا تاني زدت ضفت 3 مغارف تاع كوكاو مرحي مقلي عفوا ومرحي، ومغرف لافاني صغيره، وضفت هنايا شويه عطر الليمون غير شويه، واللي ما عندهاش معليش. نخلطو هكا مليح بيدينا. هنا بعد ما نخلطوهم مليح نشوف هذاك السكر مع الدهان وكاع تخلطوا غايه، نجيبو هنايا ربع كاس تاع زيت، حوالي 4 مغارف كبار تاع زيت، ونديرهم هنا مع الخليط تاعي ونبدا نخلط فيهم مليح. هنا راح نبداو نديرو النواشف. هنا راح ندير الفرينه، مام الفرينه تاني تكون مغربله. راح ندير هنايا غير شويه نص ساشي تاع خميره الكاطو، حوالي نص مغرفه صغيره تاع خميره الكاطو، ما تكتريش بزاف باش ما تجيكش يعني الحبه ما تجيكش كبيره. هنايا نلموها مليح بالفرينه. هاو القوام تاعها هنايا بعد ما لميناها ما خلوهاش يعني ما نيبسوهاش، خلوها شويه طريه. نجيبو هنايا شويه من العجينه تاعها ونديروها هكا على شكل بوده. هنايا هاد الحلوى راح نديروها على شكل مقروضات، يعني هاد الحلوى تاع زمان كنا نديروها زمان، وتاني سريعه وسهله، يعني تقدري توجديها يا ربي في ساعه برك ما تشدش معك الوقت. انا البوده تاعي من يعني ما نكبره ما نصغره، متوسط الحجم باش الحبات تاعنا يجوا شابين. شوف هنايا بعد ما قسمتها نقرب معاكم الحبه هكا تجي، يعني ما نكبروها ما نصغروها. ما من البوده يعني ما نرقوهش بزاف باش يشد معنا لافوق. والخميره كيما قلت لكم ما تكتروش، ديروا غير نص مغرفه صغيره باش لافوق نتاع الحبه تقعد كيما نقصنا عفوا نقطعوها كيما هكا بالخدبي تقعد، يعني ما دعناش الشكل تاعها. هكا كملوا كاع هذا المقروضات تاوعي ونديرهم في السني. انا ديجا راني دايره الكوشه تاعي تحبه، نطيبهم ما بيك يعني زعما ما تحمريهمش بزاف بالفوق شويه هكا بهذا الشكل. المقروضات تاوعنا يجونا كاع كيف كيف، عينك هي ميزانك كيما هكا ونديروها طيب. هنايا بعد ما طابت هاي الكاطو تاعنا بعد ما طاب معنا، وهنايا هذيك الشوكولا بودغ اللي قلت لكم عليها، انا درت النوايا تاع تويسكو، تي اي نوايا تكون عندك هكا مادامها هكا مخرجينها من الكوشه وحاميه نبدو نرمدو فيها. هنايا بعد ما نرمدوها كاع ونديروها هنايا في البلاط تاعنا، نعاودو تاني نخلوها حتى من تنشف شويه، نجيبو يعني نجيبو الصفايه ونعاودو تاني نغربلو فوقها كاع هكا بالصفايه باش تعطينا هذيك النضره وهذاك لافورم تاعها. شوف انا بعد ما كملناها ها هي الشكل تاعها النهائي بعد ما درناها هنا في الكيسات. هذا هو الشكل تاعها النهائي. هنايا عذروني هنا شويه الاضاءه راهي يعني بزاف. اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، ولا عجبكم هذه الوصفه ان شاء الله ما تنسوش الجام والاشتراك في القناه كي يصلكم كل جديد. وهذه الوصفه هذه تاع زمان ان شاء الله تجربوها وتكون ان شاء الله عجبتكم يا رب العالمين. شوفوا هنا بعد ما قربت لكم فوالا، سمحوا لي هنا برك ما قسمتش معاكم باسكو هذه الوصفه يعني كانت كوموند، وانا نقول لكم ان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع الف سلامه.